ايه هي طريقة تمثيل احمد الفيشاوي، بما انك كاتب عنه كومنت سلبي وبتقول ان هو الناس بتجامله علشان ابوه؟ ولكن لا، ده مش صح. احمد الفيشاوي يا جماعة بيتبع مدرسة، من خلال ما اتفرجت عليه يعني وعلى حسب ما انا اعرف بيتبع مدرسة ستانزلافسكي، الا وهي ان الراجل ده بيصدق جدا المشاعر اللي بتتقال له. ودي خد بالك دي يعني المدرسة الحديثة يعني في التمثيل، الا وهي فكرة ان انت لازم تكون مصدق اللي انت بتقوله، ورياكشناتك وانفعالاتك تكون بناء على الموقف ده طبيعية قوي، يعني مش اوفر ولا هو تسميع، تكون عادي تكون طبيعي. ودي انا بالنسبة لي افضل طريقة تمثيل في الكوكب يعني، ودي اللي بيتبعوها الناس في هوليوود يعني بصراحة. فاحمد الفيشاوي ممكن تركز معاه في اعمال زي 45 يوم مثلا، وهتشوف ده جامد جدا ان الراجل ده بيعمل الحاجة على قد ما هي محتاجة فعلا. ودليلا على كلامي لما هتشوفه في الجزء الاول من ولاد رزق، لما كان بيكلم الضابط وبيقول له لما عندها المرض الوحش وبتاع، تحس ان في حاجه غلط. احمد الفيشاوي مش بيمثل كده. فهو في المشهد ده كان بيكذب اثناء ما هو بيكذب، يعني الراجل التمثيل كذب، فهو كان بيكذب جوه التمثيل، فعرف يعمل ده بشكل جامد جدا لانه مصدق فكره ان انا بكذب جوه الكذبه. انا مش عارف انا شرحت كويس ولا لا في الحته دي بالذات يعني، بس احمد الفيشاوي ممثل جامد جدا وما عندوش هزار في الشغل يعني، الا الاعمال اللي مش بتنجح له قوي او اللي هو بيشتغلها بحس ان هو بيشتغلها كده ايه، يعني بيرفه عن نفسه مش اكتر. لكن هو لما بيركز بيعمل شغل عالي جدا وبيشتغل بقواعد تمثيل. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط وتكون فهمت رايي. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تكتب لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق معاه في اي حاجه، او لو عايز تعرف ايه طريقه الممثل الفلاني او العلاني. وما تنساش اللايك، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. وسلام.